معنا مداخلة مميزة أستاذ بولس رمزي. أستاذ بولس، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. اتفضل. ازيك يا دكتور وسام؟ أهلا ومرحبا. أهلا بالدكتور هشام، وأهلا بحضرتك الكابتن يحيى. أهلا بحضرتك ابن أخونا. ازيك يا يحيى؟ الحمد لله. يا يحيى ولا لا؟ بخير الحمد لله. أنت جيت عندي البيت مرة أنت والوالد، فاكر؟ فاكر. أنا حبيت بس أثبت إن أبو يحيى رجل مش زي ما يشاع عنه المتطرف. بالعكس، الراجل ده زارني في البيت مرة واثنين، ومرة منهم كان معاه يحيى ده ابننا الكابتن يحيى بتاع الزمالك. وبالمناسبة اوعى تسيب الزمالك يا يحيى عشان انا زملكاوي زيك يا ولد. نمرة واحد، عايز اقول حاجة. نعم. اولا احتجاز انا بسميه احتجاز او اغتهال ابو يحيى ده ارتهان سياسي. واخدونا في منحى بعيد عن الاتجاه بتاع ائتلاف الدفاع عن المسلمين الجدد. وانا بوجه كلامي هنا للدكتور هشام كامل. يا دكتور هشام، كانت الاتجاه في وجود ابو يحيى اساسا كان الدفاع عن كاميليا وحريتها في اختيار دينها. تمام. لما الرمز ابو يحيى احتجز وغاب عن الاضواء، اختفى الكلام عن حرية كاميليا، وده موضوع في منتهى الخطورة. أين دوركم؟ صحيح والله. سكتوا ليه عن موضوع كاميليا بعد حجز أبو يحيى؟ ده كان خطأ في الائتلاف. وعلى فكرة أنا أعلنت في إحدى الجرائد القومية انضمامي لائتلاف الدفاع عن المسلمين الجدد. تمام. كحق ليهم، مش كدخلوا الاسلام او دخلوا المسيحيه، ده كحق دستوري. تمام. الانسان له الحق ان يختار دين. وفي بالمناسبه يبقى من حق كاميليا ان تختار دينها. صحيح. اللي يجي يقول لي ان كاميليا دخلت خطفت او ما خطفتش، لا. امال الراجل اللي قال لي غسيل المغسول ده كان ايه؟ وايه هو المغسول اللي غسله؟ فهنا الصمت بعد احتجاز ابو يحيى والصمت عن كاميليا خطيئه لا تغتفر لكم يا دكتور هشام. دي نمره واحد، انا بواجهها لك انت في وشك كده. لا تمام، انا هكلم حضرتك. اتفضل. دي نمره واحد. نمره اثنين، بالنسبه للشيخ ابو يحيى، برضو احنا انشغلنا بحصد المقاعد وتركنا ابو يحيى والتهينا في الانتخابات. وده كان اساسه خطأ ابو يحيى. احنا يا جماعة شفنا فعلا علاء فتاح المدان بصورة دامغة يفرج عنه، لان ابص القى كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة تدافع عن علاء فتاح، وابو يحيى البريء كله اصم، محدش بيتكلم، محدش بينطق، كله ساكت. فالساكت على الحق شيطان اخرس يا جماعه. واحنا المفروض انا عملت ائتلاف صغير وعملت وقفه رمزيه للاقباط المدافعين عن حق ابو يحيى في الحريه، لان ابو يحيى انسان لم يرتكب جرم. اين الجرمه؟ اين الجريمه التي ارتكبها ابو يحيى؟ وطالما لا توجد جريمه يبقى لا يوجد حق في احتجازه. وبالتالي وطالما لا توجد جريمه ولا يوجد حق في احتجازه، يبقى احتجاز ابو يحيى سياسي، الهدف منه اخراصه عن في حق كاميليا في الحريه والحياه واختيار صحيح. دينها التي تراه هو دين الحق بالنسبه لها ومن وجهه نظرها، وهذا نحترمه المفروض. وهذا حقنا. طيب استاذ بولس، انت حضرتك متابع معانا الحلقه؟ متابع الحلقه يا استاذ يا دكتور وسام. بارك الله فيك. طيب في اول اللقاء احنا عرضنا التقارير لبعض القساوسه يحضون على القبض واعتقال ابي يحيى، ماذا تقول لهؤلاء؟ هقول لحضرتك على حاجه، اصل ده بيدور بعد اذنك، يعني اديني وقتي بقى. ما تبقوش دكتور معايا شويه عشان هتكلم في الموضوع ده
بتوسع شويه. اتفضل يا فندم. الموضوع ده اكبر من انه بيفكر في التحريض على القصه، مش تحريض على مسبيرو، القصه اكبر من كده. القصه هو احداث خسائر والتخطيط لاحداث خسائر في صفوف الاقباط، لاحداث شرخ كبير وعميق بين الاقباط وبين الدوله، تمهيدا لمخطط اعمق واكبر، وهو تقسيم مصر وانشاء دوله قبطيه. وده مخطط، وهناك اياد دامغه قد تكون في الكنيسه مثل فليباتير جميل ومكياس نصر وغيرهم من رجال الاعمال الأباط، وهناك سياسيين مسلمين كمان دامغين وملوثين في هذا المخطط. مخطط فظيع يا دكتور وسام. هو تفكيك البلد ودمار البلد كالفتنة المصطنعة في أسيوط الآن. ولد، هل هذا توقيت إن ولد يضع صورة مسيئة؟ وما هو حجم هذا الولد اللي عنده 18 سنة عشان يحط صورة وما يعي عنها، إلا إذا كان هناك مخطط لإشعال فتن ونيران هنا وهناك بهدف. الهدف الأساسي هو عمل شرخ في الشعب المصري وتفكيته واستجلاب الحماية الدولية. وحماية دولية يعني تيجي يعني تقسيم مصر، وده الهدف. فأرجو أن لا نقع في هذا الشرق، في فخ منصوب لنا، فخ مخابراتي فظيع لخلق شرخ بين المسلم والقبطي. وما فيش داعي أقول قبطي، لأن أقول بين القبطي والقبطي، القبطي المسلم والقبطي المسيحي، من أجل تفتيت هذه البلد. مصر اللي عاشت 7000 سنة دولة موحدة، عايزين شوية شرازم خارجيين وداخليين يقسموها. هذا الموضوع ده ما يتسكتش عليه. المفروض كلنا مسلمين، أقباط، سلفيين، إخوان، مسيحيين، كلنا إيد واحدة لنواجه هذا المخطط ونبحره ونهزمه. نحط إيدنا في إيد الجيش، في إيد القوات المسلحة، في إيد الدولة كلها. تفتيت وتشتت الآراء ده من أخطر ما يمكن يا دكتور، من أخطر ما يمكن. وحاجة تانية، أنا برضو بناشد الدكتور هشام، لابد من وقفات عن مصير كاميليا. أين كاميليا يا دكتور هشام؟ صمتنا عن كاميليا ونسيناها يا دكتور هشام، وهذا حقها عليكم وعلينا، ولازم نقف مع بعض إيد واحدة في المطالبة. أين كاميليا؟ أخذنا وعد بأن خلال 3 أيام أو خلال أسبوع هتظهر كاميليا. اختفت كاميليا. أشوفها على قناة أوروبية بتتكلم كلام تاني وموضوع تاني وفي بلد تانية. لا 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 لا، موضوع مين المسؤول عن هذا؟ صمتنا؟ نعم. أم ماذا؟ هنا المفروض إحنا نتكلم، ولازم ندافع عن حق، عن أي حق. أنا عايز أسأل سؤال. نعم. أنتم ناس يقال عليكم في الأوساط المسيحية أنكم مسلمين متشددين. ماذا فعلتم عندما أعلنت نجلاء الإمام سنة الصبح؟ تركتوها بحريتها، قلتوا هي حرة تختار مذهب ما تريد، لم يعترضها أحد. هي حرة طريقة تمشي في وتمشي وتجلس وتروح وتطلع في التلفزيون عادي وفي لقاءات مباشرة. ما فيش أمن دولة تدخل لحمايتها، ما فيش شرطة تدخلت لحمايتها، ما فيش مجلس عسكري تدخل لحمايتها، ما فيش أزهر احتجزها وقال لا دي مسلمة ومش هنسيبها. وماذا فعلوا هم مع سلوى عادل؟ ماذا فعلوا؟ مع سلوى عادل. والله ما عارف أنا موضوع قتلت دي يا يحيى. أيوه بتاكد بس. اغتالوها. هنا لازم نفكر ونشوف مين المخطئ ومين المقصر. أنا إيدي في إيدكم يا جماعة. طيب. أنا معاكم، أنا مع حرية الإنسان. أنا مع حرية أي إنسان يختار أي دين، زي ما مع حرية أنا مع حرية نجلاء الإمام في اختيارها للمسيحية، أنا أيضا مع حرية كاميليا في اختيارها الإسلام. نعم. طيب أستاذ بولس، هل ستشارك في الوقفة غدا لنصرة أبي يحيى؟
والله كان نفسي اشارك لكني خارج القاهره والله. نعم. انا خارج القاهره، لكني انا لو موجود في القاهره لن اترك هذه المناسبه القويه، انما لا اكذب عليك واقول لك هشارك وانا خارج القاهره. نعم. انا بشكر موضوعيه حضرتك وصدقك، وبشكر هذه المداخله القيمه في هذا الموضوع. شكرا ليك الناشط السياسي القبطي الاستاذ بولس رمزي على كل هذه المشاركه المتميزه.